هدف لاعب سالم رقم 6 للمنتخب التنزاني الذي رد على هدف المنتخب التونسي عن طريق اسماعيل الغربي. الدقيقة الخامسة انطلقت المرحلة الثانية، هدف مقابل هدف بين تونس وتنزانيا، ورغم ذلك هذه النتيجة ترجح كفة المنتخب التونسي بالتأهل نحو الدور الثمانية من منافسات كأس إفريقيا المغرب 2026. إلياس عاشوري وكذلك أيضا ديلان براون، أيمن دحمان. تشكيلة المنتخب التونسي بقيادة سامي طرابلسي في حراسة المرمى، أيمن دحمان. في البقية إلياس الصخيري وكذلك أيمن لاعب سليتي، إلياس عاشوري، حنيبال المجبري، ثم كذلك علي العبدي. الكرة عن طريق حنيبال المجبري في المنتصف، وكذلك أيضا موقع الهدف اسماعيل الغربي. المدرب سامي طرابلسي، بينما مدرب تنزانيا ميغيل أنخيل غاموندي المدرب الأرجنتيني لمنتخب تنزانيا، الذي يقودهم سيمون مصوفا الذي وقع هدف، أو اللاعب الذي وقع هو اللاعب سليم سيمون مصوفا. أتيحت لديه فرصة خطيرة، تبديل للمنتخب التونسي، خروج إلياس عاشوري رقم 7 الذي سجل في مرمى أوغندا، ودخول فرجاني الساسي رقم 13. فرجاني الساسي ورقة القادمة للمدرب التونسي سامي طرابلسي. الكرة على الجهة اليمنى لفائدة منتخب تونس. فرجاني الساسي يحاول، ودفاعات منتخب تنزانيا في المنتصف. عاودها له يلا الكرة